وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير مش بنزل حاجات، بس مستنية منكم تشجيع علشان ننزل مع بعض محتوى يجنن. ومحتويات تانية كتير ان شاء الله هتبقى حلوة جدا. محتوى النهاردة عن كوكيز هنزينها بطرق مختلفة، وهنعملها بمكونات بسيطة وسهلة بس هتطلع طعم خرافي. اول حاجة عندي 400 جرام من الزبدة وبتبقى بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين بحط عليها كوباية ونص من السكر البودرة، ضروري يبقى سكر بودرة. وبعد كده بخلطهم مع بعض على سرعة هادية، وبعد ما بيبتدي السكر يدخل مع الزبدة ببتدي أعلي السرعة شوية. ممكن الخطوة دي تعملوها بمضرب يدوي. يعني في حال ان انتوا استخدمتوا عجان هيبقى كل شوية لازم اقلب الجوانب علشان لازم اتأكد ان السكر والزبدة اتخلطوا كويس قوي مع بعض. دي مرحلة مهمة. بعد كده هبتدي اضرب تاني، وبعد ما اتأكد انهم اندمجوا ببتدي اضيف 4 بيضات، بيضة بعد بيضة. يعني اول ما احس ان البيضة خلاص اختفت، ولو ما اختفتش قوي علشان ده سكر وزبدة بس، هبتدي اقلبهم مع بعض كده، اعمل لهم ميكس كده، وبعد كده هبتدي ارجع تاني اشغل العجان بتاعي، او زي ما قلنا بمضرب يدوي، وهبتدي اضيفهم بالتدريج. بعد رابع بيضة ببتدي اضيف الفانيليا بتاعتي، ممكن فانيليا سايلة او فانيليا باودر. انا هنا استخدمت 8 اكياس، يعني ضعف عدد البيض. هنا بجيب عندي دقيق، يعني ممكن يبقى كعك وبسكوت او اي نوع دقيق، بس يفضل يبقى نوع دقيق كويس. وببتدي انخل الدقيق علشان اتأكد انه مفيش اي تكتلات فيه. وممكن وانا بنخل الدقيق ابتدي احط الحاجات التانية اللي انا عايزة احطها معاه من المكونات الجافة، او احطها في الاخر زي ما انا عملت. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي حطيت معلقتين صغيرين مليانين من البيكنج باودر، او ممكن نفضي كيس. لو هتجيبوا اكياس، انا كنت جايبة كيس ففضيت كيس. وهنا حطيت لبن باودر، اي نوع انتوا بتحبوه تقدروا تستخدموه. حطيت كيسين، حطيت كيسين صغيرين، او ممكن نقول نص كوباية. وبعد كده هبتدي اقلبهم كويس، وهبتدي اضيفهم على الخليط بتاع الزبدة والبيض والسكر بالتدريج. انا حسيت ان انا هفتح العجان واحطهم على 3 مراحل، ده هيبقى اسهل بكتير. فابتديت احط مرحلة اولى، مش بحط الدقيق كله مرة واحدة، وبشغل العجان بالراحة لغاية لما يتشرب الدقيق، وبعد كده هوقف واكمل الكمية التانية. برضو بشغل في الاول بالراحة، وبعد كده بزود السرعة لغاية لما الدقيق يختفي. في الاخر خالص بحط اخر مرحلة عندي. التزموا بالمقادير للكوكيز دي، او تقللوها للنص لو انتوا عايزين تعملوا كمية اقل. لان المكونات دي انا عملتها كتير جدا جدا جدا، كتير جدا. فالمكونات دي اكتر، يعني بالجرامات وبالكيلو، كل حاجة فيهم مظبوطة. وبرضو هسيبها في الديسكريبشن تحت علشان لو نسيتوها تبقى جاهزة عندكم، تعملوا سكرين شوت من الديسكريبشن تحت. ده القوام بتاعها، بتبقى طرية وجميلة كده. مش بضيف اي لبن سائل خالص، الزبدة بس هي اللي بتطري الكوكيز كلها. بعدين هنا هبتدي كده احاول ادخلهم في بعض كده. مهم برضو نوع الزبدة يكون نوع جيد، وده بيفرق في طعم الكوكيز في الاخر. يعني كل ما تبقى الزبدة زبدة بقري ما فيهاش دهن نباتي كتير، بتدي نتيجة حلوة جدا. بلفها بالاسترتش راب كده، وبسيبها ترتاح مينيمم نص ساعة. لازم ترتاح نص ساعة علشان الدقيق يبتدي يتشرب من كل المكونات، واتأكد بس ان الجوانب كمان ملفوفة كويس. بعد ما سبتها ترتاح ابتديت اطلعها علشان ابتدي اشتغل فيها. طبعا العجينة بتاعتي هنا كبيرة، هبتدي اقسمها بالنص علشان ما تتعبنيش في الفرد. يعني هعمل نص نص. وهلف النص التاني اثناء ما انا شغالة في النص الاول، علشان برضو مش عايزة العجينة تنشف مني.
هنا ممكن معلقة نشا او مش معلقة، ربع معلقة نشا احطها علشان الكوكيز ما تلزقش، او ممكن استخدم رشة من الدقيق بسيطة جدا جدا جدا، يعني ما تعملش نص معلقة صغيرة الرشة، او ممكن اشتغل على طول. هنا انا في الاول استعملت مفرش سيليكون، وبعد كده بحط، دي ضرورية جدا، لازم احط من فوق ورق زبدة، وابتدي افرد زي ما انتوا شايفين كده. دي حاجات بتساعد، جبتها من عند حلواني، ممكن تستخدموها، بتبقى 3 مقاسات، باخد اتخن مقاس او اكبر مقاس فيها واحطه يمين وشمال، بحيث ان انا ابقى متأكدة ان ده حجم مثالي للكوكيز بتاعتي. تقدروا تستخدموها وتقدروا تستغنوا عنها، مش ضرورية قوي، انا بس حبيت استخدمها في الفيديو، لكن في كل المرات اللي انا بعمل فيها لوحدي ما كنتش بستخدمها قوي، يعني بستخدمها بنسبة قليلة جدا. هنا بعد ما فردتها كويس قوي، بشيل ورق الزبدة، وبعد كده ببتدي اشكل بالتشكيلات بتاعتي. العجينة دي بتمشي على اي كوكيز عايزين نعملها باي شكل، يعني ممكن كريسماس، ممكن كوكيز اعياد ميلاد، ممكن كوكيز لاي مناسبة. عملت بيها برضو كوكيز لرمضان، كانت تحفة بتشكيلات مختلفة، وان شاء الله هبقى معاكم في كل مناسبة، هنقعد ننزل مع بعض اشكال كتيرة، نتعلم منها ازاي نقدر نعمل اشكال مختلفة لاي مناسبة. هنا بشيل الزيادات من العجين بتاع الكوكيز، والزيادة اللي انا شلتها طبعا بجمعها تاني وافردها، وابتدي اجمع منها واعمل لها تاني اشكال من اول وجديد. العجينة اللي في الاخر هتتبقى بتبقى صغيرة شوية، باخدها واضمها على النص اللي انا كنت سايباه، وابتدي افرده، وتبقى عجينة كبيرة شوية، وابتدي واحدة واحدة لغاية لما العجينة تبقى صغيرة جدا، يا دوب بتكفي قطعة كوكيز واحدة بعملها، وكده بنبقى خلصنا. الاشكال لو مفيش اشكال ممكن نعملها بقطاعة مدورة، او ممكن بكوباية، او ممكن بسكينة. هنا رصيتهم كلهم على الصينية بتاعتي اللي هتدخل الفرن. الاول بسيبهم يرتاحوا في التلاجة نص ساعة، وبعد كده بطلعهم احطهم في رف اوسط زي ما انتوا شايفين، وبعدين بطلعهم على شبكة تهوية زي دي. نيجي بقى للتزيين، هنبتدي بالرويال ايسنج. اول حاجة بجيب 250 جرام من الرويال ايسنج، وعليهم 45 ملي من المية. الرويال ايسنج ده بنقدر نجيبه من عند الحلواني عادي جدا، لو مش متواجد ممكن نجيب سكر بودرة ونحط عليها بنفس المقادير اللي انا كاتباها، 250 جرام مع 45 ملي من المية، وابتدي اقلبهم واحدة واحدة لغاية لما يبقى الخليط عندي بالشكل اللي انا هوريه لكم في الاخر كده. انا هنا ابتديت ازود المية بالملي لغاية لما اتأكدت ان 250 جرام من الرويال ايسنج مع 45 ملي من المية هو ده القوام الممتاز. ده كده القوام بتاعي المثالي، بيبقى تحس انه تخين شوية، بس ده ضروري جدا. ببتدي هنا اقسمه علشان هلونه على حسب الالوان، ودي كانت اول طريقة تزيين بنعمل بيها، لاني هنعمل بطرق تزيين تانية. هنا ابتديت احط لون اخضر، لان انا عاملة كوكيز كريسماس، فكنت محتاجة فيها لون اخضر ولون احمر ولون ابيض، وهنحتاج مثلا لون اسود لو هنعمل نعمل رجل التلج سنو مان. خلصت الاخضر، هبتدي هنا احط الاحمر واقلب لحد لما اوصل لدرجة حمار مظبوطة انا عايزاها، لانه ساعات الاحمر بيبقى فاتح وبيديني لون كأنه اورنج. انا جبت كيس حلواني، لو مش متواجد كيس حلواني اقدر اجيب كيس تلاجة عادي، بس ابقى حريصة جدا جدا ان انا اقطع منه حتة صغيرة قوي 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 من الطرف، يا دوب تنزل لي خيط من الرويال ايسنج، لان الرويال ايسنج بيبقى سايح شوية. هنا فرغت الهواء وابتديت اضغطه، وبعد كده هقفل الكيس، ونفس الكلام بالنسبة لباقي الالوان، الاحمر، واخر حاجة هتبقى معانا الابيض.
زي ما قلت لكم هنا بقص حاجة بسيطة جدا جدا، يا دوب بتنزل نقط هبتدي ازين بيها الجينجر بريد مان. هو على فكرة المفروض انه بيتعمل له عجينة مختلفة عن اللي احنا عملناها، بس كانت الكوكيز دي لأطفال وهم مش بيحبوا البهارات اللي بتتحط في الجينجر بريد مان. انما لو انتوا حابين نقدر نعمل فيديو تاني بالمكونات بالظبط بتاعة الجينجر بريد مان، يعني بيتحط له قرفة وبيتحط له شوية بهارات، فالأطفال مش بتبقى بتحبه قوي زي الكوكيز العادية. برضو انا في البداية حطيت سكر قليل علشان عاملة حسابي ان انا في التزيين هحط كمان سكر، لكن تقدروا تزودوا السكر لو انتوا مش عايزين تزينوا وعايزين تستخدموها كوكيز. بس في البداية تقدروا تستخدموا بدل الكوباية ونص سكر تقدروا تستخدموا كوبايتين سكر او كوبايتين وربع. هنا حاولت ازينه معاكم بطرق مختلفة. التزيين بصراحة بيبسط الأطفال جدا، بيخليهم متشجعين انهم ياكلوه فرحانين، سواء في مناسبة هيقدموها لأصحابهم بيبقوا فخورين جدا بالأشكال. وعايزة أقول لكم بتقدروا تعملوا أشكال في منتهى الفخامة بمنتهى السهولة. هنا بنتي كانت اقترحت عليا ان انا اعمل الجينجر بريد مان، بس عايزاه بنت، كانت عايزاه بنت وكانت عايزاه بقصة، فحاولت اعمل لها الشكل ده. هي كانت فرحانة بيه قوي. الاشكال بالنسبه لهم بتبقى مغريه جدا، بتغريهم لانهم بيحسوا انهم بياكلوا الشكل مش بياكلوا الطعم. لكن برضو طعم الكوكيز من غير اي حاجه خالص، من غير التزيين، هي برضو طعمها خطير وحلو جدا. هنا حاولت ازين شجره الكريسماس بالشكل ده، وبرضو كانت الفتحه صغيره جدا، وحاولت اعمل الفريم الاول لاني بعد كده هقص الكيس وابتدي اوزع الرويال ايسنج جواها. نقدر نعمل اشكال مختلفة جدا. لو انتوا مش عايزين تزينوا على الكوكيز من بره، تقدروا تخلطوا اللون اللي انتوا عايزينه مع العجينة، زي الفيديوهات اللي انا كنت بصورها لكم في اول الفيديو. تقدروا تخلطوا اللون الاحمر مع عجينة ال الكوكيز نفسها، يعني وانتوا بتعجنوا تقسموا العجينة ل3 وتسيبوا واحدة بيضة، وتسيبوا واحدة وواحدة تانية تحطوا عليها كام نقطة من اللون الاحمر، فهتلون العجينة نفسها باللون الاحمر، والنص التالت تحطوا عليه كام نقطة من اللون الاخضر، فبرضه هيتلون باللون الاخضر. وكده تقدروا تقطعوها بالاشكال اللي انتوا حابينها، وتبقى متزينة باللون جوه العجينة نفسها، يبقى مش محتاج منكم اي تزيين خالص. دي برضو طريقة سهلة قوي، وهتبقى شكلها حلو وهتفرح الاطفال لان فيها الوان، او حتى للكبار هيبقى شكلها كويس وحلو، وفي نفس الوقت مش بتبقى تاخد منكم وقت للتزيين. هنا انا زي ما قلت لكم زودت شويه القطعه بتاعتي علشان اعمل الفيلنج بتاع الكوكيز بمنتهى السهوله والسرعه. نفس الكلام تقدروا تعملوا فيلنج، تقدروا تعملوا اشكال تانية كتير هنعمل معاها شويه مع بعض، هنعمل مع بعض كده النهارده شويه. وهو بيسيح بمنتهى السهولة. ده شكل تاني حسيته انه لذيذ وسهل. ممكن تعملوا اي شكل هيطلع معاكم حلو. يعني الاشكال دي وانا شغالة كانت بتيجي في بالي حاجات ممكن اعملها فكنت بعملها. هنا بقى دي طريقة تانية، من لو انتوا مش عايزين تعملوا رويال ايسنج او خايفين منه، ممكن تجيبوا عجينة السكر من اي محل حلواني، برضو بتبتدوا تفردوها على 2 ورقة زبدة، ولو لقيتوا العجينة معاكم ماسكة شوية حطوها 10 ثواني في الميكروويف، ما تكتروش عن كده،
وهقول لكم ليه قدام شويه، هتشوفوا السبب ليه ما نزودش عن 10 ثواني. 10 ثواني ونخرجها. لو لقيناها لسه ناشفه قوي بسبب الشتاء بنبتدي نحطها 5 ثواني كمان. هنا قطعت بنفس القطعه اللي انا عملت بيها الكوكيز، قطعت بيها عجينه السكر، وابتديت احط لها شويه من الميه علشان تلزق مع الكوكيز. مش محتاجه احط رويال ايسنج، هي الميه كفايه لان دي عجينه سكر. هنا حبيت اعمل شكل مختلف، ان انا باخد لونين من عجينه السكر وادمجهم مع بعض كده بالشكل ده، وبعد كده افردهم علشان تديني شكل مختلف، وهيطلع في الاخر حلو قوي، هيعجبكم قوي. شايفين اللون الاخضر اللي لازق ده علشان كنت زودت على عجينة السكر 20 ثانية ورا بعض في الميكرويف فلزقت. علشان كده بقول لكم 10 ثواني ونطلعها، لو لسه ناشفة قوي 5 ثواني كمان. بس مهم ان احنا نوقف بعد ال10 ثواني الاولى، حتى لو هنعمل 10 ثواني تانية بس نبقى في النص وقفنا. هنا هقطعها بالقطاعة دي، وشايفين بيبقى شكلها حلو ازاي، بتبقى حلوة جدا. وحاولت احط لها اي ديكوريشن من الكريسماس، وبرضو بنفس الفكرة بمية بفرشة، مية بسيطة جدا جدا جدا. وابتدي احطها. دي كانت بنتي وانا بعمل، هي بتعمل بصراحة ابهرتني، وقلت لها لا انا هصورها وانزلها لانها بجد عجبتني قوي. وده شكل تاني هي عملته لوحدها تماما، انا ما ساعدتهاش خالص. دي الاشكال اللي احنا عملناها مع بعض. وهنا بعد ما غلفتهم برضو من عند نفس الحلواني هتجيبوا اكياس كوكيز صغيرة وتغلفوا بيها علشان تبقى كل واحدة محتفظة بريحتها وطعمها، وتقدموها بمنتهى الشياكة. دي كده كانت عندي كل الاشكال، ودي اشكال تانية عملناها بجد طعمها حلو قوي. الطعم بيتوقف اولا واخيرا على نوع الزبدة، لازم نوع الزبدة يكون كويس، وتقدروا تقدموها لولادكم لاصحابكم لقرايبكم ليكوا انتوا في البيت باشكال مختلفة هتعجبكم جدا. شكرا، واشوفكم في حلقة تانية قريب ان شاء الله.